السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الجدي حبايب قلبي، صفوا النية كده، فعلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب كمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي أول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو يا ولاد، وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. ولازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، إنه لا يعلم الغيب إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا بالله العلي العظيم. الفيديو بتاريخ النهاردة، كل سنة وانتم طيبين. في عندكم طريق انتم مشيتوا فيه وما كملتوهوش، وفي حاجة دخلتوها وما خلصتش. في عندكم حبة توتر أو مشاكل في العمل عندك، في شوية صعوبات، في حاجات انت عايز تنجزها وتخلصها ومش عارف تخلصها ولسه واقف فيها زي ما انت، بس هتنجزها الفترة الجاية وهتبدأ ان انت تخلصها. محتاج حد ان هو يشجعك، وكمان انت الفترة دي محتاج اللي يكون واقف جنبك، عايز حد يطبطب عليك ويقولك الكلمة الحلوة. نفسيتك مش فيهاش راحة، في مشاكل في نفسيتك، حاسس بالخذلان والتعب، والنفسية مش في احسن حالاتها. انت بتتعصب كتير، والفترة دي انت متعصب كتير بسبب مواقف من اشخاص معينة. الاشخاص دي مضايقاك قوي، وفي ناس متدخلة في حياتك وامورك الشخصية وبطريقة مش عادية. الطريقة دي مضايقاك ومسببة لك مشاكل نفسيا، فانت بتحاول ان انت تخرج من الدايرة دي كلها ناس بتتدخل في شؤونك وفي حياتك وفي امورك الشخصية، وانت مش عايز كده، وحابب ان انت تعيش فترة تكون فيها نقاهة مع نفسك كده، فترة فيها راحة عزلة. ودي اكتر شيء انتوا بتدوروا عليه الفترة دي، عايزين فترة نقاهة وعزلة عن البشر، وشايفين ان في تخيلات من ناس كتيرة في حياتك. الناس دي انت متضايق مخنوق منها، وحاسس ان هي تقيلة الطبع، يعني ناس كده ثقيلة الطبع، بتتدخل في حاجات مش بتاعتها وحشر نفسها. فانت بتحاول ان انت تبعد عن الناس دي بكل الناس اللي مضايقاك وخانقاك وتعبك نفسيا. بتحاول ان انت ما توسعش دايرة العلاقات دي، لان انتوا علاقاتكم مش حلوة. الناس اللي حواليك اصلا بيكون سيء اختيار منك انت، بتتعامل بطيبة مع ناس مكارة وفيها حوارات ولف ودوران، والناس دي بتحاول ان هي تبقى تتكلم معاك على اساس انها ناس كويسة وبتخدمك وبتحبك ومفيش عندها النفاق. لكن هي للأسف مش كده. ناس في حياتك كده انت بتتعامل معاها الفترة دي ناس كلها نفاق، وبتحاول تتدخل في الأمور الشخصية وملهمش علاقة بيها. والناس دي انت هتبعد عنهم، وهتاخد فترة كده من العزلة مع نفسك، هتقعد مع نفسك كده، هترتب بقى الأولاد بتاعتك واحتياجاتك، وهتبعد بعد مؤقت، وانت قافل على نفسك كمان بابك، لان انت متضايق ومخنوق مش عايز تتعامل مع حد، وقفلت على نفسك. بتحاول ان انت تأقلم نفسك وتسيستم نفسك على حاجات معينة، بس للأسف نفسيتك مش متهيئة، النفسية مش مهيئة ان انت تخش في اي حاجة جديدة الفترة ديت. انتوا العلاقة العاطفية مش احسن حالاتها للأسف. العلاقة العاطفية الشريك مش ملبي كل احتياجاتك ولا طلباتك، وشايف نفسه ان هو حاجة كبيرة وعظيمة، وانت متضايق، متضايق منه، من العصبية والخنقة على الفاضية والعجرفة اللي هو فيه، لانه هو شخصية متعجرفة، والحاجة دي مضايقاكوا قوي. وساعات بتحصل بينكم المشاكل، والمشاكل دي واصلة ان انت بتفكر ان انت بتقول خلاص انا هبعد عن الشخصية دي، بس بترجع من تاني.
انت بتسيب وترجع، بتسيب وترجع، مش ثابت على وضع معين. لا اله الا الله محمد رسول الله. مش بتاخد القرار وتحسم الامر، لا، ان كل علاقتك ان انت بتسيبه وترجع له، تسيبه وترجع له. فانت متضايق من نفسك اكتر منه، لان انت مش عارف تاخد القرار الصح، ونفسك مش عارفة تمشيك صح. بس انت الفترة دي متردد ومش عارف تاخد القرار الصح. بس هتجيلك فترة هتحسم فيها الامر. هتحسم فيها الامر ازاي؟ ان انت هتقول لنفسك خلاص كفاية كده، ستوب. وهتبدأ ان انت تقنع نفسك من جواك ان كده خلاص، ان انت مضطر ان انت تكمل بالوضع اللي انت فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. عندك كمان في نصرة على الناس كانت حقك بالغش. ناس في حياتك، الناس دي كانت حقك بالغش والطاقات السلبية. وفي شخص دخل معاك بشراكة ودخل كل حقك. حاولت انها تنصب عليك، بس انت اذكى من كده. انت اذكى منهم وتعرف تجيب حقك وبطريقتك. انت وشك حزين ووجهك من جوه حزين. هتتعرف على اشخاص جديدة في حياتك، وهتقفل تليفونك على ناس حقودة. في ناس في حياتك هتقفل تليفونك وكل شيء، وهتتعرف على ناس تانية بس بعد فترة من العزلة. الناس اللي انت هتتعرف عليها دي بعد فترة العزلة هتبدأ تتعرف عليهم، وهيكونوا في حياتك، وهيكون ناس كده دايمة في حياتك وهيساعدوك. في حد بياكل معاك في نفس الطبق وفي نفس، وده بالنسبة لك ايه؟ عدو ليك. وفي ناس ملفوفة كده حواليك وبيتكلموا كلام حلو، لكن لما بيبعدوا عنك بيجيبوا بقى عليك وسيرتك، ولسانهم ما بينزلش الا ايه؟ سم. قدامك في وش ومن وراك وش تاني. وفي شخص قريب منك حسود وحقود، ما بيحبش الخير، ما بيحبش الخير ليك، ولا بيحب يشوفك في وضع حلو. هو عايزك كده ان انت مأذي مخنوق. بيحب ان انت تكون في مشاكل. خلي بالك، لو عندك في اوراق او عقود لازم تقرا كويس اوراقك وعقودك، وانتبه من الناس الموجودة حواليك، لان في ناس كتير نصيبة، فخلي بالك من نفسك. انت كمان عندك في زنقة مالية، عمال تاخد فلوس من هنا ومن هنا عشان تسد ديون تدفعها لشيء، ولكن انت بتدخل في كذا مصدر عشان توفي الشيء. عندك فيه أزمة مادية. انت هتكون مرتاح ماديا الفترة الجاية بعد الأزمة دي، وهيكون في عندك اتصالات، ممكن تكون تهنئة، اتصال تليفوني بالأهل بقالهم فترة مش بيكلموك، هيتصلوا بيك الفترة الجاية. ممكن يكون حاجة جديدة في حياتك، انت مش مستني حد قديم يتصل بيك. لو انت شفت اسم الشخص ده على رقم التليفون مش هترد على حد. انت احيانا بتفتكر شخص قديم، ممكن يكون شخص ترابي، ممكن يكون ناري، ممكن كمان يكون من ابراج المائية. وعندك علاقات هتتحسن الفترة الجاية، في بينكم كلام واشتياق، في حوار، في معاتبة، في حاجة كده الفترة الجاية. الفترة الجاية علاقتك بيه هتتحسن. كانت طاقة سلبية بينك وبين الشخص ده
كان بينك وبين الشخص ده. الطاقة السلبية دي آه، طاقة سحر، طاقة شخص تاني، فيه كلام وفي سفر. انت ناوي ان انت ما تتقابل مع الشخص ده يرجع لك تاني. لا اله الا الله محمد رسول الله. الشخص ده انت ناوي لما يرجع لك تاني ممكن تسافروا مع بعض، محضر لسفرية، لفسحة، محضر بعد معين انت والشخص ده آه، عن الناس اللي بتضايقك. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت عايز تبعد بيه، عايز تخرج تتفسح معاه، في طاقة مراقبة بينك وبين الشخص، او هو اللي بيراقبك بقاله فترة. في طاقة قديمة بينك وبين حد، هو مش بينساك اصلا. الشخص ده ممكن يكون دخل في علاقات تانية مع شخص واتنين وتلاتة. آه ممكن عنده شخصين، اكتشف ان هما مش زيه، مش شبهه، او قطرة من قطراتك انت. الشخص ده في عزلة او في لوحده، حتى لو هو مع اشخاص، حتى هو لو في علاقة، الشخص ده بيقعد بيحاسب نفسه على الاخطاء اللي مرت عليه معاك. ممكن يكون بيعاتب نفسه ان هو قال الفاظ ما كانش تليق بيك، او زعلك في وقت من الاوقات، وبحق الزعل ده بيحاسب نفسه في الوقت الحالي، هيموت عشان يرجع لك. ولكن هو مش عايز ياخد الخطوة، ومش عايز يبدأها، ومش عارف يقولها، لأن هو الخذلان ماسكه، وبطريقة مش قادر يبص في وشك، ولا يبص في وش عيلتك، أو في وش الناس اللي معاك، ولاده. لو انت واحدة ست مش عارف يبص لك ولا يبص لولاده. طاقة رجل وامرأة، حد قال ألفاظ مش حلوة وتعامل معاملة مش حلوة، يعني بأسلوب مش حلو. لو الطاقة عكسية، انت اللي أذيت الشخص ده وطلعت فيه العيوب، فدي ممكن تكون طاقة عكسية لبعضكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا محمد رسول الله. يعني ده ممكن تكون انت، او اه طاقة الحبيب. ساعات لما بتكونوا قدام بعض كده فبتكون الطاقة مقلوبة، فانتوا اللي تكونوا عارفين مين الأذى. بس في كل الحالات الطاقة التانية هتموت وترجع لك وليك. لو انت اللي كنت أذيت الطاقة دي، فانت اللي عايز ترجع للشخصية دي، لكن مش عارف تفتح الباب او الطريق. ممكن يكون التفكير زايد وبطريقة كبيرة قوي، في سعادة فرحة في أرض بيتك مع مجموعة أشخاص. أنت هتقابل الفترة الجاية آه، حد من سفر، حد قريبك، هتتقابل وهتقعد كده، تبدأ تقعد مع مجموعة ناس ما قعدتش زمن ما قعدتش معاها. انت في بلد وهم في بلد، وهتتقابل مع الناس دي. ممكن تكون انت في سفر او الناس دي في سفر، وهترجعوا في فرحة، في ضحكة، في حاجات كويسة، وهترجعوا للحاجات الحلوة بينك وبين الأشخاص دي. ممكن انت لما حصلت عندك مشكلة، حصل لك حاجة، انت هترجع للأشخاص دي، وهتكون في ناس هتخش في حياتك، وهتبدأ تتعامل. في
عندك حرف الميم طالب منك شيء، طالب منك كلام، طالب صلح، في كلام بينك وبينه. آه انت هتطلب مبلغ من حد مالي، هتعمل زي كارد عشان انت عايز تشتري حاجة او تجيب حاجة معينة الفترة الجاية. في منكم عايز ينقل شغل في مكان تاني. الشغل بتاعك هيكون عن طريق سفر، بتتحرك كتير، بتروح كتير الفترة الجاية عشان تعمل عملات وفلوس الفترة الجاية. كمان هتبدأ خطوة جديدة عمرك ما عملتها، ولكن الفكرة كانت في دماغك، فهتبدأ ان انت تبدأ تتكلم، حد يشجعك، حد يتحرك، تاخد خطوات في الفكرة الجديدة دي، وهتكمل وهيكون عندك عزيمة ان انت تكمل. وفي عندك توضيب بيت، مكان، نقلة بيت الفترة الجاية، وهتكون على خير بإذن الله. برضو في مرحلة 3 نقط نقلة في المكان ده. في منكم زي ما تكون كده في رغي وصرصرة كده، انت بتسمع حاجات كده بودانك، في كلام، حوارات. انت هتاخد ان انت تدافع عن نفسك. لو انت سمعت كلام اللي بيقول عليه كده، انا مش هتكلم، انا مش هعمل، حصل انفصال بينك وبين حد، وانت طالب الرجوع من الشخص ده تاني. يعني انت ممكن تكون بتتكلم مع حد، او الحد ده يتكلم مع حد، في طرف تالت هيخش عشان يصلح بين الطرفين الفترة الجاية، وده بإذن رب العالمين. في حد كمان اتهجم عليك في الكلام، حصل بينكو فضايح، رغي، قال عليك، حصل شيء. فانت بإذن الله ان انت هتنتصر على الاشخاص دي، هتتصل على المجموعة دي. كمان انت هتبدأ تتجه اتجاه تاني معين. لو انت ماشي في نطاق معين في حياتك والحاجة دي بتأذيك، هتبدأ تخوض في مكان تاني، ويكون بالنسبة لك كده زي ما بيقولوا حاجة كويسة الفترة الجاية في عملك، في علاقة. لو انت غيرت النمط بتاعك، ممكن يكون عندك في نمط معين انت ماشي عليه، وانت اللي هتغير الاتجاه وهتغير الامور وهتتصلح معاك. لان في حد انت مخصمه من عيلتك، انت هتبدأ تتكلم معاه الفترة الجاية، وهيحصل بينكم صلح، وهيحصل بينكم قعدة فيها صلح. انتوا هتتجمعوا مع بعض، وهيكون في صلح الفترة الجاية بإذن الله. او حد هيخش في الكلام ويصالح المواضيع ويصلح الدنيا. في عندكم امضاء عقد او ورق الفترة الجاية، والورق ده حلو جدا، ورق استقرار. يعني انت قاعد من بعد ما مضيت الورق وفي استقرار، قاعد مبسوط مرتاح. وفي حد تاني في المكان التاني، انت بتمضي عقد زواج، عقد شراكة، هتشتري شيء، ممكن تشارك حد، وانتوا الاتنين تقدروا ان انتوا يكون في استقرار. هتحققوا استقرار انت وحد لما انت هتمضي على العقد ده، عقد شغل، عقد زواج، وبإذن رب العالمين. ممكن تكون متحامل على شخص، ممكن تكون انت في علاقة انت سبتها. لا اله الا الله وحده رسول الله. ممكن تكون العلاقة عكسية. ممكن تكون انت سبت علاقة وزعلتك، وممكن تكون ارتبطت بشخص تاني و... والشخص ده مش عاجبك افعاله ولا تصرفاته،
وبتفتكر الشخص الاولاني، وقاعد بقى بتفكر وتشوف. لأ، ركز، ركز اكتر